عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي مساكم. شوفوا هي عندي الفشة كيف حتصير، كيف كانت وكيف صارت. حتصير كده بيضة. هذه غسلتها كذا مرة، شربتها موية، بعدين حطيت عليها موية وملح، شربت عليها موية وملح كمان عشان يندر كله. الحين هذا بنشتغل فيه بإذن الله. هنا أعجنها بموية وملح فقط عشان نعمل الخلطة حقت الفشة. العجينة دحين كده شوية أريحها وبعدين نعمل الخلطة. أمرمسه بيدي لين أندر النشا كله، لين تصير الموية كده على شفاف. العجينة بعد ما عجناها بموية وملح ندرت منها النشا كله. أجلس كده أمرمس فيه لين أندر النشا. خلاص النشا كله ندرته. شايفين؟ شوفوا هنا هذه العجينة خلاص كيف صارت. خلاص ما في لها ولا نشا ولا شيء، كل النشا ندرناه وحطيناه، صفيناها وحطيناها هناك. أحط أنا دحين ملعقة بيكنج صودا وملعقة ملح خلاص، وأعجنهم كده، أعجنهم مع بعض كده مع بعض وخليهم على جنب. بعدين نحط البيض، وحطيت 6 ملاعق حليب. نحط البيض طحينة. شوفوا حطينا البيض ونخبط فيه. بعدين احط الملح شوية واحط شوية هرد عشان يعطي لون. البيض كمان من الهرد شوية هرد بس. خلاص حطيت هنا كمان كاسة زيت. خلاص تمام طحينة. وإن شاء الله نحشي هذه الفشة من موية الدقيق. هذا هنحشي الفشة نسويها زي كيكة مالحة. شو نقول؟ بسم الله نسقيه بموية الحليب، بموية الدقيق والحليب والبيض والزيت. نقول بسم الله ونسقيه على بركة الله يا رب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا ربي. المنجم سويت واحد. الله استودعنا عند الله الذي لا تضيع ودائع يا رب.